أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، في خطبة مضت وقفت مع سؤالي: لماذا نقرأ؟ تعقيبا على أحداث أو على موقع معرض الدولي أو المعرض الدولي للكتاب، وعن مكانة الكتاب في قلوبنا وفي واقعنا، وعن ضرورة القراءة من أجل النهوض للأمة. واليوم أجيب عن تساؤل آخر وعدت بالوقوف عنده، وهو: ماذا نقرأ؟ وهذا السؤال لا بد من الإجابة على هذا السؤال. لماذا نقرأ؟ عرفنا لماذا، لأنه ضرورة، ولأنه أمر ديني شرعي، اقرأ، ولأنه يتعلق بحضارة الأمة وتاريخها، ولأنه يرتبط بمستقبل الأمة وتطلعات أبنائها وطموحات أبنائها. أما ماذا نقرأ فهذا سؤال أيضا لا يقل أهمية عن السؤال السابق، لأننا اليوم عندما نلحظ ما يفعله الناس والشباب بصفة خاصة نجد الناس يقرؤون من الصباح إلى المساء، لكن هل يعتبر هذا الذي يفعل قراءة؟ هل يعتبر هذا الذي يفعل تثقفا أو تعلما، أو أنه مجرد إزجاء الوقت عندما يشغل الشاب نفسه بمتابعة الحوادث والجرائم والأخبار التي لا قيمة لها؟ أحيانا هنالك أخبار لها قيمة لا بد أن يتابعها الإنسان، لكن هنالك معلومات وأخبار لا تقدم ولا تؤخر، بل تزيد الإنسان تأزيما في نفسه. لذلك هل يعتبر هذا الشخص الآن الذي يشغل نفسه بلوحة أو بهاتف أو بحاسوب من الصباح إلى المساء وهو لا يحدد مجالا ليقرأ فيه، هل يعتبر قارئا؟ أبدا، لا يعتبر قارئا ولا يعتبر مثقفا، إنما هو إضاعة للوقت في غير فائدة في الغالب الأعم. لذلك في عصرنا هذا خصوصا وجب حسن اختيار المقروء، أي لا يسمى الإنسان قارئا إلا إذا أحسن اختيار ما يقرأ. لابد أن تحدد ما الذي تريده، ولا بد أن تحدد ما الذي سيضيفه لك هذا المقروء. أفتح كتابا لأقرأه، أو أفتح موقعا أو صحيفة أو مجلة، لابد أن أحدد ما الذي أريد. أما أن أقرأ من الصباح إلى المساء كل ما ورد في الجريدة أو المجلة، ثم ما الذي سيضيفه لي هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل قارئ، أن يسأل نفسه كما قال أحد الكتاب سابقا: لابد أن تسأل نفسك أي كتاب أقرأ، ثم ما الذي أستفيده من هذه القراءة، ثم ما النتيجة التي سأتحصل عليها، ثم بعد القراءة أحاسب نفسي: هل حصلت شيئا من الجهد الذي بذلت، أو أنه مجرد إضاعة للوقت والطاقة والعينين وما إلى ذلك. لذلك أريد أن أضع بين أيديكم 3 نقط لابد من الاهتمام بها عندما ندخل مجال القراءة. القراءة الأولى هي القراءة فيما يتعلق بشأن دين الإنسان المسلم. الدين لابد أن يقرأ المسلم ما يتعلق بدينه. عيب كبير أن تجد الإنسان يقرأ يوميا ولكنه لا يعرف كيف يصلح صلاته، لا يعرف كيف يصلح وضوءه، لا يعرف كيف يغتسل من جنابته، لا يعرف كيف يصوم صوما صحيحا. هذا عيب كبير. لذلك نحتاج إلى أن نقرأ في ميدان ما يتعلق بسلامة ديننا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي لا بد من ثقافة دينية في حدها الأدنى لكل مسلم. لا أتحدث عن أن تتخصص في الفقه والدراسات الشرعية، هذا ليس ضرورة لكل مسلم، لا، إنما هو شأن طائفة، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي هنالك فئة يجب أن تتخصص في علوم الشريعة، لكن
ليس معنى ذلك أن تغيب الشريعة كلها على عموم المسلمين، إنما الواجب أن يكون كل مسلم على مقدار معين في الحد الأدنى من الثقافة الشرعية، ما تصح به عبادته، ما تصح به معاملته. التاجر يجب أن يعرف أحكام الإسلام فيما يتعلق بالتجارة، والموظف يجب أن يعرف أحكام الإسلام فيما يتعلق بالوظيفة، والفلاح يجب أن يعلم أحكام الإسلام فيما يتعلق بالفلاحة، وقل هذا في كل المجالات الأخرى. لذلك لاحظوا خطورة ما يتحدث عنه الناس اليوم عندما يتحدثون عن إبعاد العلوم الشرعية والتربية الإسلامية عن الثانويات والمدارس. هذا أمر له مخاطره، وإذا كان الناس يعرفون بدايته فمن الصعب أن يحددوا نهاياته، لأن الناس عندما لا يعرفون شيئا عن دينهم الصحيح بمعرفة صحيحة عبر أساتذتهم في المدارس والثانويات والجامعات، فإنهم قد يبحثون عن تلك المعرفة في غير أماكنها، وقد يجرون جرا إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك لا بد أولا من المعرفة الشرعية، القراءة فيما يتعلق بإصلاح الجانب الديني. أما المجال الثاني والذي لا بد أن نهتم به في قراءتنا فهو مجال ما يتعلق بما سميته القراءة التخصصية، أي قراءة ما يتعلق بمجالك المحدد. إذا كنت طالبا في جامعة في كلية من الكليات فأنت مطالب بذلك النصيب الكافي من الثقافة الشرعية، حتى لو كنت في كلية الطب أو في الهندسة أو في العلوم أو في الحقوق، فأنت أحوج ما تكون إلى الثقافة الشرعية في مستواها الأدنى، من أجل أن تصلح عبادتك كما ذكرت، ومن أجل أن تنقذ نفسك من مزالق يمكن أن تقع فيها لا قدر الله إذا لم يكن لك نصيب من المعرفة الشرعية الصحيحة. فهذا الأمر الثاني، أمر ما يتعلق بالقراءة المتخصصة أو التخصصية، يأتي في هذه المرتبة الثانية حسب هذا الترتيب الذي ارتأيت، وهو أن يتضلع الإنسان بشكل جيد في تخصصه، أن تقرأ كل ما يقع بين عينيك في مجال تخصصك. إذا كنت متخصصا في الطب فلا بد أن تقرأ وأن تفتح عينيك على كل ما يكتب في مجال تخصصك وطبك، وإذا كنت في مجال الهندسة كذلك، وإذا كنت في مجال الحقوق أو في مجال الدراسات أو في أي مجال، لا بد أن تدمن على القراءة وأن تتميز بقراءة كل ما يقع عليه بصرك في مجال ما يتعلق بمعرفتك التخصصية. بل حتى لو كنت قد أنهيت الدراسة، الحديث الآن ليس للطلاب فقط، إنما هو أيضا لمن أنهوا دراستهم وهم يشتغلون. عيب، وأي عيب أن نجد الإنسان ما زال يعالج قضاياه في كل المجالات مهما كان موقعه، في مجال العلوم أو الطب أو الاقتصاد أو الحقوق أو حتى العلوم الشرعية. عيب أن تجد الإنسان يعالج قضاياه بما درسه قبل 20 سنة، أو أقول حتى قبل 10 سنوات، بل قبل 5 سنوات. هذا عيب، لأن العلوم كلها تعرف تطورا كبيرا لا يسيره الناس في جميع المجالات، حتى في الفقه في الدين هنالك مستجدات تستجد يوميا، فإذا لم يكن الفقيه على اطلاع بها فإنه لا يستطيع الإجابة عن التساؤلات التي تطرح في الواقع. لذلك من أجمل الأخبار التي سمعناها في مدينتنا هذا الأسبوع أو في يوم الجمعة الماضي، أنه تقررت ضرورة التكوين المستمر للأطباء. هذا شيء جميل جدا، أن يخضع الجميع لتكوين مستمر، بحيث يشعر الجميع أنه في حاجة إلى مزيد من التكوين، حتى لو حصلت على دكتوراه أو ما فوق الدكتوراه لو كان، فإنك مطالب بأن تجلس من أجل أن تتعلم، ومن أجل أن تنظر فيما استجد في مجال علمك، وقل هذا في كل مجالات الحياة.
لأن العلم بطبيعته كما قال أحد الأدباء المسلمين يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يزيد أي أن العلم طبيعته أنه يزيد باستعماله واستخدامه والجلوس من أجل المزيد منه. لكن إذا أنت توقفت فلا تتصور أن مستواك سيبقى فيما كنت عليه، بل سينزل. العلم شأنه أنه دائما إما في ارتفاع أو في انخفاض، لا يبقى على مستوى محدد. الذي نال شهادة الدكتوراه قبل عام، فقط قبل عام، لو أنه أراد أن يحاسب نفسه حقيقة اليوم لوجد نفسه إما قد ارتفع أكثر من مستوى العام الماضي أو انخفض. لابد إذا هو استزاد من العلم والمعرفة والمتابعة والقراءة والتكوين المستمر فإن معلوماته ستزيد وتكوينه سينطلق ويتقدم. وإذا هو توقف، وهذا للأسف ما يقع فيه البعض أنه يظن أنه عندما يعطى شهادة الدكتوراه أنه قد أنهى العلم وبلغ السقف فيتوقف عن القراءة، بل إن بعضهم يأخذ كتبه ويبيعها لأصحاب الحمص. هذا مشكل. لا بد إذن من المتابعة في مجال التخصص إذا أردنا لأمتنا أيها الإخوة أن تتقدم، إذا أردنا لأمتنا أن تنطلق. الدول المتقدمة ماديا هكذا تصنع، تقوم بالتكوين المستمر في كل المجالات. وفي بعض الدول قرأت منذ حوالي 15 سنة أنه أجري امتحان للمشتغلين في مجال التعليم فأسقط حوالي 50,000 منهم لأنهم لم يعودوا مواكبين للواقع. رأت تلك الدولة أن هؤلاء لم يعودوا صالحين لتكوين أبناء الأمة. هذا شيء جميل جدا، بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا للناس لابد من المواكبة ولا بد من التكوين المستمر. وهذا ما سميته الإدمان فيما يتعلق بالقراءة التخصصية. بعد القراءة التخصصية هنالك مجال ثالث لا يجوز أن نغفله، وهو مجال القراءة التشاركية، هكذا سميته، وسميه ما تشاء. كان في تاريخنا الإسلامي ما يعرف بالعالم المشارك، يقال هكذا مشارك. نحن اليوم نستعمل كلمة مشاركة بارتاجي بمعنى من المعاني، لكن ماذا نشارك؟ هل نحن فعلا مشاركون؟ المشارك عندنا في ثقافتنا وعند علمائنا هو العالم الذي تجده قد برز في تخصصه، أي صار متقنا، بلغ درجة عالية في مجال تخصصه في أي مجال من المجالات، لكن له بصمة وأثرا وعطاء ومعلومات كافية في المجالات الأخرى المحيطة به. هذا هو المشارك. عندما تتحدث عن عالم من العلماء، ابن مالك مثلا، خذ لك ابن مالك. ابن مالك صاحب الألفية، هذا يعرفه الناس جميعا، أصحاب العلوم اللغوية خصوصا، صاحب الألفية واللامية والتسهيل والمؤلفات والمنظومات الغزيرة في باب النحو. لكن له مشاركات كثيرة في مجالات أخرى، في مجال الفقه وفي مجال القراءات، هو متخصص فيه أيضا، وفي مجالات أخرى. وحدثتكم سابقا عن علماء كانوا فقهاء أطباء في الوقت نفسه. قد يقول أحد الإخوة الأطباء من الصعب اليوم أن تكون طبيبا حتى عاما بمعنى الكلمة. نحن في عصر التخصص، وداخل التخصص الواحد هنالك تخصصات. في مرض العيون هنالك تخصصات في داخل هذا التخصص، صحيح، لكن أنا أتحدث الآن عن ضرورة المشاركة. أي حتى لو كنت متخصصا في مجالك، ما الذي يمنع؟ وعقلك كما يقول الباحثون لا حدود له، كما يقول العلماء. ما الذي يمنع أن أدرس وأن أقرأ كتابا من باب مطالعة الحرة، فأقرأ شيئا عن الثقافة الشرعية،
أو أقرأ شيئا عن الثقافة الحقوقية أو أقرأ شيئا حتى عن مجال الهندسة، ما المانع؟ كان بعض العلماء عندنا مشتغلين بمجال الهندسة والبناء. ابن البنا العددي عليه رحمة الله ألف فيما يتعلق بالبناء والعمران، وألف آخرون في مجالات أخرى مختلفة. لذلك هذه هي المشاركة، أن يكون الإنسان بارعا في تخصصه، لكن أن يكون مشاركا بحيث يطلع على المعارف الأخرى، خصوصا أيها الإخوة إذا أدركنا أن هنالك تقاطعات وتداخلا بين العلوم بحيث لا يستغني الإنسان بعلم عن علم. الفقيه محتاج إلى معرفة قانونية ومحتاج إلى معرفة طبية أيضا. من أجل ماذا؟ الفقيه يسأل مثلا عن أشياء كثيرة، عن قضايا تتعلق بالحمل والولادة وما يتعلق بالعادة للمرأة وأشياء من هذا القبيل. إذا كانت له معرفة طبية في حدها الأدنى يستطيع أن تكون إجابته موفقة بشكل أفضل. والطبيب كذلك، الطبيب محتاج إلى شيء من المعرفة الشرعية. عندما تأتيه امرأة تريد أن تجهض حملها وهو لا يعرف الحكم الشرعي ويبادر إلى إجهاض الحمل، والإمام مالك عليه رحمة الله مذهبه من أشد المذاهب في الإجهاض، فيبيح لها أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. عنده معرفة بكيفية إسقاط الجنين ومعرفة بطبيعته، لكن ليست له معرفة بأحكام ما يتعلق بالجنين في الإسلام. لماذا لا يشارك؟ لماذا لا تكون جلسات تلاقحية؟ هذا حلم نحلم به، أن تكون جلسات يشارك فيها علماء من كل المجالات، الطبيب يدلي بدلوه والفقيه يدلي بدلوه الحقوقي أيضا، والمشتغل بالقانون في القضاء أو في غيره محتاج أيضا إلى ثقافة شرعية، لأن بين يديه قوانين يحتاج إلى أن ينظر في مدى ملائمتها لما يتعلق بالتوجيه الشرعي. أثيرت قضية من القضايا يستطيع أن يجيب عنها، قضية إثبات النسب. هذه قضية يتحدث الناس فيها. إثبات النسب عندنا في الشريعة الإسلامية لا يثبت إلا بأمور معروفة. إثبات النسب أن تثبت الولد لأبيه، فالأبوة هذه يعني ليست أبوة لغوية، ليست أبوة بيولوجية فقط، أن يتكون الجنين من ماء فلان أو علان، هذا شيء يعرفه الناس، حتى في الجاهلية كانوا يعرفون. لكن عندما يقع خارج إطار الزواج، كيف تنسب الولد للرجل وقد وقع في فجور أو فاحشة؟ ثم عن أي أبوة تتحدث هذه التي تثبت أن هذا الولد ابن فلان؟ نعم، الفقهاء تحدثوا عن أن ابن الزنا أو ابن اللعان يثبت نسبه لأمه فهو ابن أمه ويتوارثان والعلاقة بينهما معروفة، وابن اللعان إرثه من أمه كما قال سيد القضاة ابن عاصم عليه رحمة الله، وابن اللعان إرثه من أمه. إذا رفض الرجل أن ينسب إليه الولد، أنكر أن يكون الحمل منه، ثم بإجراءات وبتقنيات حديثة ربما قد يصار إلى أن هذا الابن حاصل من فلان، لكن ذلك الشخص لم يقر بذلك الحمل، فهنا يقع الإشكال. نعم، تحدث الفقهاء والقانونيون عما إذا تنازع رجلان في ولد، فهنا تجرى الخبرة الطبية ويؤخذ بها ويستعان بها في إثبات النسب. أما أن يؤتى إلى رجل زنى وامرأة زنت فيثبت أن هذا الولد ابن فلان ويسجل باسمه، فهذا يضرب في الأحكام الشرعية، لأن الشريعة أرادت أن تحمي النسل، وحماية النسل من القواعد الخمس الكبرى في الإسلام، ما يعرف عندنا بقواعد المصالح والمفاسد أو بالكليات الخمس في الشريعة: وحفظ دين، ثم نفس، فنسب، وبعدها عقل، فمال قد وجب. حفظ النسل، ما الذي يقع لو أن الناس استمروا في هذا وأصدروا الأحكام
في إثبات الولد بالزنا. هذا أمر خطير في الواقع، خطير لا يقبله الشرع ولا يقبله الفقه، لأنه إثبات ولد لغير أبيه. والله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لذلك أقول هذا في سياق أن الجميع محتاج إلى الثقافة التشاركية وإلى القراءة في المجال الآخر غير مجال تخصصه. فالقاضي والمحامي والقانوني والحقوقي محتاج إلى أن تكون له ثقافة شرعية في الحد الأدنى، والفقيه محتاج إلى أن تكون له ثقافة قانونية حقوقية وطبية في الحد الأدنى، والطبيب محتاج أيضا إلى أن تكون له ثقافة في الحد الأدنى فيما يتعلق بالجانب الشرعي والجوانب الأخرى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، ما الذي يمنع الآن من هذا الأمر الثالث الذي ذكرت، وهو القراءة التشاركية؟ من أهم ما يمنع منها قضية مؤثرة يتدارسها الباحثون في كل البلاد الإنسانية، وهي قضية اللغة، لغة العلم التي تكتب بها هذه المعارف. لماذا كان ابن رشد فقيها وطبيبا وفي الوقت نفسه كان ملما بمعارف أخرى، بينما يستحيل اليوم على الفقيه أن يكون له معرفة طبية، أو على الطبيب بالمقابل في الغالب خصوصا الذي درس في الخارج أن تكون له معرفة شرعية؟ المشكل مشكل لغة العلوم، اللغة التي يكتب بها العلم والمعرفة. لا أريد الإطالة في هذا الموضوع. هنالك منهجان في العالم الآن. هنالك منهج من يرى أنه لا بد من دراسة اللغة الأجنبية من أجل أن تتعلم. هذا الطريق شاق ولا يوصلك إلى النتيجة التي تريدها، لأنك كم تستطيع أن تتعلم من لغة؟ تستطيع أن تتعلم الفرنسية الإنجليزية مثلا، فقد تحيط بما يكتب بهاتين اللغتين، لكن يغيب عنك ما يكتب باليابانية وهو كثير، وبالألمانية وهو كثير، وباللغات الأخرى في العالم. فهذا الطريق ليس سالكا. لذلك هنالك طريق آخر هو الذي سنه المأمون في عهد الدولة العباسية عندما أنشأ بيت الحكمة. بيت الحكمة هذا هو عبارة عن مؤسسة كانت تعنى بترجمة العلوم والمعارف، وهذا تماما ما تصنعه الدول الراقية اليوم. الدول الراقية اليوم قد تجد الواحد فيها يتقن لغة واحدة، في أمريكا، في اليابان، في كثير من الدول تجد الواحد منهم مثقفا في درجة عالية يتقن لغة واحدة هي لغته الوطنية، وقد يضيف لها لغة ثانية إنجليزية مثلا، لكنه يستطيع أن يقرأ كل ما يكتب في العالم. لماذا؟ لأنهم يعتمدون ترجمة كل ما يكتب في العالم للغتهم الأصلية. هذا هو الذي يحتاجه المسلمون اليوم، أن تقرب لهم المعرفة بدل أن نبعدهم عن المعرفة أو أن نبعد المعرفة عنهم، بدل أن يحاول الناس إتقان لغة أو لغتين، وهذا أمر مشروع ومطلوب، لكنه لا يصل كما ذكرت إلى النتيجة. إنما الذي يصل إلى النتيجة بشكل أكبر هو تنشيط حركة الترجمة، بحيث يكتب الكتاب في المشرق أو في المغرب، في الشمال أو في الجنوب، فيجد من يترجمه ليدفعه للأمة بلغتها الوطنية التي تتقنها. إذا أردنا للناس أن يقرأوا
وإذا أردنا للأمة أن تتثقف. فأسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما وإيمانا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في العراق والشام وفي ليبيا واليمن وفي أفغانستان وباكستان وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رد بالمسلمين إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الصلاح، واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في ديننا واحفظنا في دنيانا واحفظنا فيما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وأد الدين عن المدينين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه. أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.